أنا مين يا أستاذ؟ معانا ازيك يا عم مين يا باجت؟ فندم؟ معاك محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. عامل ايه يا عم باجت؟ الحمد لله. والله انا من اكتر الناس اللي بتحبك والله، لانك فاهم الدنيا ماشيه ازاي. أهلا وسهلا. كنت عايز اسالك سؤال بس بره اتفضل. مصر، يعني حاجه تبع بره. لا خلينا في موضوع الجيش، أي إيه، سؤال تاني خليه بكرة الو- ولا حاجة عشان ما نخرجش بره ه- الوقت. اتفضل. هنرجع تاني، بس طب هو انا اتفضل. مش فاهم بس الدنيا ايه اللي بيحصل في سوريا وكده، فانا ولا عايز حاجة اعرف ايه اللي بيحصل. يعني بص الدنيا ماشيه ازاي. بص يا حبيبي، قول على الثوار اللي في سوريا زي ما أنت عاوز تقوله. يكفي ان الناس اللي في السجون، المظاليم المقهورين المعذبين او ما تبقى منهم من اجساد وابدان، خرجوا الى الحريه. يكفي ان تقريبا والله اعلم ما فيش اغتصابات لامراه معارضه ليهم او للنظام، ما فيش اهانه لطفل، لصبي، لشاب، لرجل، لشيخ. يكفي ان كلمه التوحيد واذان محمد صلى الله عليه وسلم يقال على المنابر دون خوف ولا رعب. يكفي ان مساجد اهل السنه عادت لتعمل مره اخرى. يكفي ان الناس هناك لا يعبدون الا الله. أعو. شفت الديب ده؟ شفت الديب ويعوي؟ هل في حاجه بتمنعه من العواء؟ هكذا هم الناس في سوريا، يخرجوا يتمشوا يروحوا ييجوا، مفيش رقابة إلا الله سبحانه وتعالى ثم القانون. يكفي إن الكهرباء بدأت تشتغل بعد يوم من التحرير. كان الأول بيشغلوا لهم ساعتين، ساعة كل يوم، ويسرقوا الباقي، المازوت والبترول والحاجة، مع إن سوريا دولة مصدرة للبترول والغاز. يكفي حاجات كتير قوي يا معلم. لكن اللي انت بتسمعه من أصل إسرائيل احتلت، إسرائيل عاملة شو إعلامي كده عشان تخوف المصريين ان هم يخرجوا على السيسي، وتخوف الاردنيين والسعوديين. قال لك لان البلد لو وقعت، لو الجيش وقع البلد وقعت واسرائيل هتخش تحتلنا. ده فيلم هندي معمول يا باشا. اسرائيل لن تستطيع ان تحتفظ بارض عليها مقاتلين من اهل السنه. يا راجل دول مش عارفين يعملوا حاجه في غزه المحاصره الجعانه المرضانه اللي ما عندهمش سلاح، سلاحهم خلص خلاص من زمان. اسرائيل خدت سلاح من كل دول اوروبا وامريكا، خلصت المخازن عليهم، وما زالوا يقاتلون كالاسود، وهم من غير اكل، من غير شرب، من غير علاج، من غير اوعد. فهتقول لي اسرائيل هتجرب مع اهل السنه؟ ده يا راجل مجرد بس ما دخلوا على بشار وجنوده والروس وجنودهم، بوتين والمله بتاع ايران وجنوده، سلموا. محدش يقدر على اهل السنه يا ابني لما يجتمعوا ويتوكلوا على الله. والله ما حد يقدر عليهم. لو هيقاتلوا اسرائيل بمدفع رشاش، اليهود مش هيقدروا عليهم يا ابني. كله كلام في شنك عشان عندك حق يا عم يخوفك باجت. انت من الثوره على السيسي فقط لا غير. والايام بيننا. هو من الفيديوهات من الفيديوهات اللي احنا بنشوفها على التيك توك والسجون وكده، فالواحد متعاطف معاهم، بس لما تفتح قناة زي صدى البلد وتشوف مصطفى بكري النهارده وهو بيتكلم عن الثوار وان هم سابوا اسرائيل تخش، طب هو متى ايه صدق؟ الاستفادة من هو ان هو يقول كده؟ الاستفاده بيحمي نظام سيد والسيسي، الطاغوت ونظام ولاد فوزيه. الثورات دي يا حبيبي عامله زي السرطان، بتخش تاكل الانظمه الفاسده، بس ده سرطان جيد جميل لا يصيب الا الانظمه الفاسده، ينتقل من العضو العضو، زي ما حصل في تونس كده، وهوب ربيع عربي. الربيع العربي الاول اتانا من الغرب، انما هذا ات من الشرق. الربيع العربي الاول كان بن علي يرحل، بن علي يرحل، انما الربيع ده بالدبابه، بالرشاش، بالدبابه والرشاش، في اعدامات ودم وبلاوي.
مش لازم يدفعوا ثمن خيانتهم وقتلهم وبيعهم في البلد، ولا انا غلطان يا استاذ؟ رد علينا يا سيدنا. واحد بيقول لي الناس كاتبين الشيخ. الشيخ مين يا امتى اساتذه؟ الدنيا تبدا تتظبط عندنا في مصر يا عم؟ طلع الشيخ يا تكسم، بيقول لك الشيخ طلعه. الدنيا عندكم هتظبط استاذ؟ يا استاذ، لا اله الا الله، كان ما عندكش انترنت. انا بسالك امتى نبدا نقول ان مصر هتبدا تبقى كويسه؟ لما تكون خلاياك وتسقط ما انت عارف يا عم بهجت الانترنت مش موجود في مصر. كون خلاياك مطرح ما انت موجود من المخلصين اللي حواليك. اي لو في المانيا، في اسكيمو، في الهند، كون خليتك او مجموعتك او الجروب بتاعك. تحياتنا ليك يا غالي، شكرا.